السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يوم جديد وروتين جديد، ويا رب يكون يوم سعيد عليكم، وربنا يجعله كده يوم كله نشاط، كله خير، كله رزق، وربنا يوسع ارزاقنا كلنا يا رب العالمين. المهم انا ابتديت اليوم كده. عملت فطار الاول للولاد. الولاد ما كانوش راحوا المدرسة. ياسين قال لي عايز بيض مسلوق، عملت له بيض مسلوق وسلطة. والبنات قالوا عايزين نفطر لبن وفينو، سندوتشات فينو بالجبنة، عملت لهم. وانا بصراحة كنت قبلها بيوم، يعني من بالليل، تعبانة ومعدتي وجعاني كده، فكنت كل ما اكل حاجة معدتي توجعني، وكنت بايتة طول الليل يعني. سوري يعني في اللفظ، ان انا كنت يعني بايتة برجع وتعبانة، وحتى المية لو بشربها انا كنت تعبانة منها. فالصبح جوزي قبل ما يروح الشغل، يعني ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحة ويوسع رزقه، جاب لي الساعة 6 الصبح كده، راح الصيدلية، وفي صيدليات بتبقى فاتحة الصبح بدري، فراح جاب لي شريط برشام للمعدة، وجاب لي حاجات يعني من الصيدلية، يعني بقى علاج كده ليا. تمام. فانا ايه بقى، خدت العلاج كده والحمد لله حالتي استقرت، وبعد كده نمت، ولما صحيت عملت الولاد الفطار اللي هم عايزينه، وانا طبعا تعبانه، ولا كنت هفطر بيض ولا كنت هفطر لبن. فقلت خلاص عملت لهم اللي هم عايزينه، وانا عملت ليا قمرت رغيف. انا بحب العيش المقمر جدا جدا، خصوصا كده لما يعني احمصه شويه كده على النار من فوق. وعملت كوبايه شاي، والعيش حطيت فيه جبنه، بس ده كان فطاري، مرضتش افطر اي حاجه تاني عشان معدتي. وخدت قبليهم برشامة للمعدة. والله انا اكلت الاكل من هنا، يعني الاكل اديكوا شايفين مفيهوش اي حاجة توجع المعدة، ومعدتي وجعتني لغاية ما عملت الفطار. كانت كل حاجة ماشية تمام. طب هنعمل غدا ايه؟ كنت هعمل كشري. تمام، كنت هعمل كشري، كان بقالي كتير ما عملتوش، والولاد كان نفسهم فيه، فقلت اعمل كشري، الولاد ياكلوا كشري وانا اكل ايه اي حاجة تانية، حتى لو عيش وجبنة، لان انا معدتي لما بتوجعني باكل عيش وجبنة بس. واليوم ماشي عادي وخلاص وهعمل لهم كشري. وقبل ما ابدا في الكشري لقيت ياسين هو التاني معدته وجعته وبطنه وجعته، رغم ان احنا خلاص الحمد لله خفينا من دور البرد اللي كان عندنا. برضو نفس الحكايه، هو التاني عايز يرجع. والله العظيم قعد في الحمام، خلاص يعني اللي هو يعني تعبان بقى، مجهز نفسه ان خلاص معدته قلبت وكده. طب وبعدين يا ابني، ما انت مش عيان ولا اي حاجه، هو تقريبا البيض اللي فطر بيه فتش معاه. طب هنعمل ايه؟ قلت لا كده خلاص. آه جوزي كان بيكلمني فبيطمن على الولاد، فقلت له والله ده ياسين تعبان وانا التانية وكده. قال لي خلاص متعمليش كشري، مين هياكل كشري وهم تعبانين؟ فقال لي هاتي الولاد بقى ايه اكل كده واعملوا اكل مسلوق. فقلت خلاص تمام. رحت جبت لهم يعني فرخة، وقلت ايه بقى اسلقها. المهم رحت عاملة ايه، ياسين لما بيكون تعبان بيحب ياكل شوربة خضار، يعني هو وباباه اللي بيحبوا شوربة الخضار. فقلت خلاص عشان خاطر ياسين رحت عامله له ايه شوربة خضار. جبت كوسة وجبت بطاطس بس، وكان عندي بسلة وجزر وفاصوليا في الفريزر. فقلت خلاص ايه بقى اعمل له كده شوربة خضار عشان خاطر معدته. فالمهم جبت كده الكوسة وقشرتها، والبطاطس برضو هقطعها من دلوقتي. وكنت حاطة على النار الفرخة بتتسلق، وكنت حاطة عليها ملح وطماطماية وبصلاية وورق لوري وكده. يعني يعتبر عاملاها مسلوقة بمية وملح بس، مش عاملة عليها طشة ولا أي حاجة. الأكل ده بيريح معدتنا قوي قوي واحنا تعبانين، لأن الوقت ده حتى المية اللي كنا بنشربها كانت بتوجع معدتنا. فالمهم كده ايه، قطعت البطاطس مكعبات، يعني ما كانتش مكعبات صغيرة قوي، كنت بخليها كبيرة شوية عشان كنت لسه هحط عليها بسلة بقى وجزر. ف البطاطس انتوا عارفين هي والكوسة بتستوي اسرع يعني، فخليت كده القطع كبيرة شوية عشان خاطر ما تتهريش معايا. تمام. يا ريت اللي اول مرة يشوفني يا ريت يشترك في القناة، عشان حابة ان قناتي تكبر بيكم. آم، الحمد لله بقدم روتين محترم، روتين كله يستفاد منه، واتمنى ان ناس كتير تستفاد مني، واتمنى ان ناس كتير تدعمني في القناة، عشان بجد بجد انا محتاجة قناتي تكبر بمتابعين محترمين زيكم ان شاء الله. وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشيروا الفيديو بتاعي عند صحابكم بقى على الفيسبوك، على في اي مكان. بتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو بتاعي، يا ريت يعني.
المهم الفراخ بقى كنت حطاها على النار زي ما قلت لكم، انا عاملاها على ميه وملح وحاطه لها طماطمايه وبصلايه، وجبت الحله دي حطيت فيها الكوسه والبطاطس، ورحت الفريزر طلعت كيس بسله بالجزر وعليه فاصوليا كمان، انا كنت شايله كده واديكم شايفين اهو، هو يعني مجمد بالتلج بتاعه، بس انا طلعته من الكيس حطيته في الطبق واديته شطفه بسيطه كده. المفروض الخضار يطلع من الفريزر على الحل على طول، بس انا دايما كده بحب اديله شطفه كده سريعه، مش نقعه، شطفه كده سريعه واروح حاطاه في الايه في الحل على طول، زي ما انتوا شايفين كده. ودي فايده التفريزات، ان هي حلوه في كده، ان انتي يعني مثلا حاجه شوربه خضار مثلا، لسه هتجيبي كوسه وبسله وجزر ولسه هتفصصي وتنضفي، لا انا عندي الحاجه جاهزه في الفريزر، يا دوب كوسه وبطاطس، وطلعت الكيس حطيته عليهم وكده بقى زي الفل، وما خدش معايا وقت خالص. انا هنا الشوربه بتاعه الفراخ كنت حاطه لها الملح بتاعها مظبطاها وكل حاجه، وخدت منها حطيتها على شوربه الخضار وسبتها ايه تستوي. وهاجي في حله تانية هنا، هعمل رز بالشعريه، حطيت حبه زيت وحته كده من السمنه البلدي، انا الرز لازم اعمله بزيت وسمنه لازم. بصوا دي الماده الدهنيه بس اللي انا حطيتها على الاكل بتاع النهارده، الفراخ انا ما كنتش حاطه عليها ماده دهنيه خالص. تمام، فهحمر كده الشعرية كويس وبعد كده هنزل عليها بالرز، وبعد كده احط لها ميه من الحنفيه عادي خالص، انا الرز بالشعريه بحط له ميه من الحنفيه عادي خالص وبيطلع معايا زي الفل. تمام زي ما انتوا شايفين كده، حبيت على قد ما اقدر الاكل يكون خفيف، والاكل يعني يكون برضو اغلبيه الاكل فيه مسلوق وكده، عشان خاطر ايه التعب اللي احنا فيه، الحمد لله احنا كل يوم حد فينا يتعب. آه والله يعني كان عيد ميلاد جوزي وحماية في يوم واحد اللي هو 22/12، فكنت ناوية اعمل لهم كده تورتاية حلوة، بس بصراحة من التعب يعني محدش قدر، ما انا ما قدرتش، انا تعبانة ما قدرتش اعمل لهم حاجة. آم، كمان يعني احنا بنشرب المية بنتعب، معدتنا بتوجعنا، فما بالكم بقى لما ناكل كيكة بقى وتورتة وحاجات كتير كده، فاكيد هنتعب. المهم بقى انا كده ايه لميت بقى كده الاطباق اللي احنا فطرنا فيها، كان كل ما حد ياكل احط له اكل على صينيه، يعني انا الطبق بتاع الابيض ده انا فطرت عليه، كنت بفطر عليه وكوبايه الشاي اتدلقت، والطبق التاني الصينيه الزرقاء دي كنت حاطه الياسين عليها فطاره، والصينيه دي عليها اللبن بقى بتاع البنات. المهم اي اكل كده باقي معايا كنت بحطه على جنب عشان اطلعه للفراخ فوق السطوح، وجبت الاسبونش معايا كده. انا هخلي واحده للطباق وواحده للكوبايات، فالمهم هملاها ميه كده اهو هي طريه خالص، وايه وهبتدي بقى اغسل المواعين معايا. المواعين دي كانت مواعين الفطار، ولو حد كان شرب له حاجه دافيه كده، ولا اي مواعين اتوسخت معايا وقت ما بعمل الاكل، فايه لميتها كلها وقلت اغسل اول باول عشان ما املاش الحوض، وبعدين عشان انا تعبانه فمش عايزه اكتر على نفسي. والحمد لله ان انا غسلتهم، عايزه اقول لكم ان انا غسلت المواعين دول، وبعديها بشوية كده اتغدينا، وبعد ما اتغديت انا تعبت انا وياسين برضو، و... وما كملناش، يعني ما كملتش بصراحة اليوم، ولا غسلت مواعين تاني، ولا مسحت البوتاجاز، ولا شطبت المطبخ، ولا عملت اي حاجة، يا دوب اتغدينا وتعبنا، لمينا بعض بقى كده وقعدنا في الأوضة، عملت حاجات دافية شربناها. آه، قعدت برضو كده ايه يعني في اوضه الاطفال انا والاولاد، اللي كويس ذاكر واللي تعبان شرب حاجات دافيه، ورايح خالص ولا ذاكر ولا عمل اي حاجه. فالحمد لله الله المستعان، يعني احنا لسه خارجين من دور البرد ودخلنا في دور تاني الحمد لله. بس ناس كتير قالت لي ان معدتهم وجعاهم، هو تقريبا ميكروب يعني كده في الجو اكيد، فمش عندنا بس يعني. آه كمان انا كنت راجعه من خطوبه اختي من كام يوم، بنتي رجعت برضو وهي جايه في الطريق، هو احنا رجعنا تاني يوم الخطوبه، فرجعت تاني يوم واحنا جايين ايه في الطريق يعني. فمش عارفه يعني في ايه، هو اكيد في الجو، لاني مش اكلنا اكله ومن بعدها كلنا تعبنا مره واحده، لا، هو كل يوم حد بيتعب عن اليوم اللي قبله، فالحمد لله يعني، ربنا يعديها على خير يعني، ومحدش فينا يتعب اكتر من كده. والحمد لله الله المستعان، الواحد على قد ما بيقدر بيعمل في بيته. اوقات نبقى كده كويسين نقوم كده ونشد حيلنا ونشوف شقتنا ونشوف بيتنا ونشوف كل اللي ورانا، ما بنقصرش في بيتنا ابدا طول ما احنا كويسين. اول ما بنتعب ب...
يعني كده بنتكاسل شوية، بنقعد شوية، ما بنقدرش نقوم نعمل حاجة، بس بنعوضها أول ما بنكون كويسين طبعا. ربنا يعين كل أم وكل زوجة على أولادها وعلى بيتها وعلى مصالح بيتها. كل واحدة عارفة مصلحتها فين، عارفة هي هتمشي ازاي، عارفة هتمشي ميزانيتها ازاي، عارفة هتمشي بيتها ازاي، وقت ايه هتروق، وقت ايه هتعمل أكل. فربنا يعين كل واحدة على بيتها وعلى مسؤولياتها. لأن بجد المسؤوليات صعبة، والأم برضو مهما كان هي اللي شايلة البيت، شايلاه من ناحية التفكير. آم، الله يعين الرجالة بصراحة في شغلهم وكده، يعني الله يعينهم. بس الست بتفكر كتير، مسؤولية الست بتكون أكتر في التركيز والتفكير، هتدبر منين وتوفر منين، وهتمشي بيتها ازاي، والدنيا هتبقى ماشية معاها ازاي. ربنا يعين الجميع يا رب. كده كنت عملت الاكله، ادي الرز بشعريه، محطتش طبعا الطبق كلها، حطيت طبق واحد. وانا وياسين ما حمرتش الفراخ بتاعتنا، خليتها كده مسلوقه. والبنات قالوا احنا مش عايزين يا ماما اكل مسلوق، فاعمل لنا ملوخيه. قلت خلاص تمام، هما البنات كويسين الحمد لله. عملت لهم ملوخيه وحمرت لهم الفراخ بتاعتهم. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. وده كان الغدا بتاعنا النهارده. السليم كل فراخ وملوخيه، فراخ محمره، والتعبان كل فراخ مسلوقه. والحمد لله، وبارك الله فيما رزق. والحمد لله على كل اللي ادهولنا ربنا. واتمنى ان فيديو النهارده يعجبكم حتى لو كان بسيط. اسفه ان الفيديو مكملش لان انا بجد تعبت. يا ريت تدعموني في القناه وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.